حلقة النهاردة معمولة مخصوص لكل ديزاينر اتحط في الموقف ده. تبعت الشغل، تستنى واو، تلاقي لا، مش ده اللي أنا كنت عايزه. أهلا بيكم في حلقة جديدة من بودكاست بريف مفتوح. خليني أبدأ باعتراف بسيط. أول سنة ليا في الشغل في الكارير الجميل بتاعنا ده، كنت فاكرة إن الديزاين أو إن التصميم عامة زي الامتحان، يا صح يا غلط. فكنت بعمل حاجة من وجهة نظري إن هي صح، ولما ترجع تخبط في وشي كنت بحس ان انا سقطت في الامتحان. بس بعد شوية اكتشفت ان الرفض في التصميم مش دايما معناه انك انت وحش او ان شغلك وحش، لكن احيانا معناه بيكون ان الهدف مش واضح. الناس اللي بتدي الفيدباك مش متفقة مع اللي في دماغك، او اصلا معرفوش يوصلوا البريف بطريقة صحيحة تخليك تشتغل بناء عليه، او ان الكلاينت خايف ومش واثق في النتيجة اللي هو شايفها قدامه، او ببساطة الكلاينت او اللي طالب منك الشغل بيتكلم بلغة مختلفة عن اللغة اللي انت بتصمم بيها. في دراسات بتقول ان الكريتيك هدفه تحسين التصميم بناء على الاهداف اللي كان محطوط عليها الفكرة من البداية، وان النقد ده مش مجرد حكم او حاجة هو عايز يضايقك بيها وخلاص. يعني المفروض نسأل هل التصميم ده بيحقق الهدف اللي مطلوب منه قبل ما نقول هو عجبني كشكل ولا لا. تعال احكي لك حكاية. في اول مرة شغلي اترفض فيها، او يعني من اوائل المرات اللي شغلي اترفض فيها. كنت بشتغل على لوجو لبراند ما كده يعني، وبعد ما قعدت اشتغل وقت طويل وبذلت مجهود فكري وذهني كبير قوي، كنت فاكرة ان انا جبت الديب من ديله وجبت التايهة وعملت حاجة خطيرة. جريد، توازن، الوان، كله تمام وزي الفل. ظبطت الدنيا وحضرت البرزنتيشن وبعتها وانا حاسه بقمه الفخر والشطاره بقى. بعد شويه الكلاينت رد عليا قال لي هو حلو بس انا مش حاسه، ممكن تعملي لي اوبشنز تانية بدايركشنز تانية خالص. وقتها انا اتعصبت جدا وحسيت ان الدم بيتجمد في عروقي. مش حاسه؟ يعني بجد ده الفيدباك؟ ده رأيك في الشغل العظيم اللي انا عملته؟ انا بعد كل الدراسة والشغل والخبرة اللي كنت اعتقد ان هي عندي ساعتها يتقال لي مش حاسس اللوجو؟ حسيت بصراحة بإهانة شخصية وإهانة في حق دراستي ومجهودي حتى اللي أنا عملته يعني. المهم قعدت يومين متضايقة بعدها أو فترة يعني متضايقة، وقعدت فكرت شوية كده وقلت طيب بدل ما هاجم وأقول له أنت إزاي ما يعجبكش الشغل الخطير بتاعي ده، قررت ان انا اكلم الكلاينت واتفاهم معاه بالراحه يعني. فسالته قلت له يعني ليه مش حاسه، او كنت منتظر ايه، او متخيل حاجه عامله ازاي. المهم بعد مكالمه وهات وخد كتير بينا، طلعت ب3 معلومات من الكلاينت قلبت كل حاجه في دماغي. اولا اللي فهمته ساعتها انه كان المطلوب ان الحاجه تكون او اللوجو يكون شكله فريندلي اكتر. فهمت كمان ان الجمهور المستهدف من البراند او موجه للبراند هو ستات اعمارهم من 25 ل 35 سنة. وعرفت كمان ان المنافسين كلهم عاملين نفس الستايل اللوكجيريوس اللي انا كنت عاملاه، وان هو كده مش هيكون مختلف عن منافسين بتوعه في السوق. فاللي طلعت منه وقتها وبدأت اتعلم بقى ازاي اتعامل مع سياسات الرفض، ان رفض الكلاينت وقتها كان مش بسبب ان شغلي حلو او مش حلو، لكن السبب كان ان الشغل رايح في اتجاه مختلف عن الحتة اللي في دماغه هو. وده اول درس في حلقة الفيدباك، انه الفيدباك ساعات بيكون مؤشر على عدم التطابق، مش على قلة الجودة او عدم شطارتك. طيب نسأل سؤال مهم بقى، ويبدو فلسفي بس هو حقيقي قوي، واعتقد اغلب اللي بيسمعوني هيحسوا بيه يعني، وهيبقوا يقدروا يريليتوا يعني. هو ليه النقد او الفيدباك بيوجع قوي كده؟ طيب في دراسة مشهورة بتقول ان السلبي اقوى من الايجابي في تأثيره علينا. يعني طبيعي جدا ان تعليق واحد يبوظ مزاجك ويومك وشعورك عامة،
حتى لو جه قبله 20 مجاملة أو 20 جملة حلوة ولطيفة. كمان في أبحاث عن الفيدباك بتقول إن هو كسلاح ذو حدين، ممكن يرفع أدائك للسما وممكن يقلله لما يحول تركيزك من المهمة لذاتك انت نفسك. يعني بدل ما انت بتفكر في الديزاين، بتفكر في نفسك انت، ان انت اللي وحش او مقصر او شغلك دون المستوى. عشان كده الديزاينر لما يسمع كلمة مش عاجبني او مش ده اللي انا كنت منتظره او مش حاسه او مش هو ده اللي بدور عليه، بيحس ان هو اللي مش عاجب الكلاينت، هو اللي وحش، هو اللي اقل من المستوى، مش ان في تعديل مطلوب او في عدم توافق اصلا بين اللغة اللي انت بتعبر بيها وبين اللغة اللي كان بيكلمك بيها الكلاينت وهو بيديك البريف. هنا بقى في نقطة مهمة قوي، وهي نقطة نفسية عميقة، بس انا هحاول ابسطها معاكم. انت وانت بتشتغل او انت منتظر الفيدباك، محتاج تفصل بين حاجتين. محتاج تفصل بين انت شخصيا او ذاتك وبين شغلك. انا لا اساوي شغلي، انا شخص وشغلي نسخة قابلة للتطوير والتعديل. طيب عمليا بقى، يعني ده كلام فلسفي ونظري، عمليا بقى احنا نعمل ايه او نتصرف ازاي؟ في الحتة دي انا هديك قاعدة بسيطة، حاول ان انت تطبقها. خدت مني وقت عشان اعرف اعملها بشكل كويس على المدى الطويل، بس فرقت معايا. فحاول كل مرة يجيلك فيدباك انك تتصرف بالشكل ده. قبل ما ترد على طول على الفيدباك او على التعليق السلبي على شغلك في الديزاين، افصل 10 ثواني، ظبط نفسك. وممكن تعمل ده مش بس عشان تمسك نفسك، بس عشان ما تخليش السلبية اللي جاتلك من الفيدباك تسحبك لانك تغلط او ان انت تفسر الكلام اللي جايلك اصلا بشكل غلط. في حاجة اسمها self determination theory، بتقول ان الفيدباك ليه معنى وظيفي، يا اما يتفهم كمعلومات تساعدك انك تتحسن، يعني تبقى حاجة informational، او تتفهم كضغط وتحكم فيك انت as ان هي controlling. فانت شطارتك كديزاينر انك تحول اكبر قدر ممكن من الكلام للنوع الاول، اللي هو ايه؟ ان انت تفهم ان المعلومات دي هتساعدك انك تتحسن، حتى لو اصلا الكلام جايلك بطريقة وحشة او بتون فيه controlling وتحكم. طيب ايه اللي بيخلي الفيدباك يبقى مفيد؟ في باحثين اقترحوا ان الفيدباك المفيد بيرد على 3 اسئلة: انا رايح فين؟ وانا فين دلوقتي؟ وايه هي الخطوة الجاية؟ وكمان بيشتغل على مستويات مختلفة: مستوى التاسكاية او المهمة نفسها، العملية او الديزاين بروسيس، التنظيم الذاتي، والشخص نفسه اللي هو حضرتك. والاقل فاعلية غالبا هو مستوى الشخص اللي هو حضرتك بذاتك يعني. طيب تعال نترجم ده للديزاين ونقول مثلا لو مثلا الفيدباك بيقول اللوجو مش واضح على الموبايل، فده مستوى التاسكاية. لو الفيدباك بيقول ان الهيراركي مش موجهة العين بشكل صحيح، فده مستوى العملية. لو الفيدباك بيقول ايه تجربتك مع نفس النوع ده من المشاكل، يبقى ده التنظيم الذاتي. اما لو الفيدباك جه ان انت مش شاطر، فده مستوى الشخص نفسه، وده ملوش لازمة لانه ما بيحصلش غالبا يعني. طيب تعال نترجم الكلام ده بشكل اكتر وضوح واشرحه لك بشكل تاني. يعني لما يجيلك فيدباك شخصي او معتمد على ذوق الشخص اللي قدامك، بمعنى ان هو بيقولك مثلا باليتة الالوان دي مش عجباني، مش بيقولك ان باليتة الالوان دي مش متناسقة مع الجايد لاينز، فانت حاول تسحب الكلاينت او الشخص اللي قدامك ده للمستوى اللي يفيد الشغل. زي ما قلت لك كده بالظبط، لو قالك الباليتة دي مش عجباني، قول له بس انا شغال على جايد لاينز البراند، وبالتالي ممكن نشوف اوبشنز تانية فيما يتوافق مع هوية البراند بتاعك. دلوقتي بقى هاخدك في حتة انترستنج ولذيذة قوي، وهي قاموس ترجمة اشهر جمل الفيدباك. ندخل في حتة كده بتحل نص المعاناة. هقولك امثلة لجمل كلاينت بتيجي في الفيدباك، وهقولك الترجمة المحتملة ايه. لما كلاينت يقولك حاسس ان في حاجة غلط، ترجمتها المحتملة هو انه مفيش وضوح، او في سبيسنج ملخبط، او في جريد مش منظم، او مفيش نقطة تركيز او فوكال بوينت. لو الفيدباك جه قالك
ممكن تخليه بوب اكتر، وده طبعا يعني بنسمعه كتير قوي، او اللي هو يقولك ايه، انا الديزاين ناقصه الواو فاكتور. عارف انت نوع الفيدباك اللي عامل كده. غالبا الترجمة المحتملة بتكون انه انت شغال في الديزاين مثلا بكونتراست ضعيف، او الهيدلاين مش واضح كفاية، او الفيجوال هوك اقل من المنافسين اللي موجودين مثلا. طيب لو جالك فيدباك بيقولك الديزاين حلو بس مش بريميوم، الترجمة المحتملة غالبا هو عايز يغير التايبوجرافي، او انت مثلا مستخدم الوان مش مناسبة لنوع الجمهور بتاعه، او في حاجة زحمة مثلا، او التون اوف فويس مش بريميوم انف للتوجه بتاع الكلاينت او البراند نفسه. طبعا الفيدباك الاشهر والاكثر استفزازا وهو كبر اللوجو. غالبا لما الكلاينت بيطلب منك تكبر اللوجو بيكون بيدور على الهوية، هو هويته ضعيفة في الديزاين، مش معروفة ومش باين، فبالنسبة له الهوية التمثيل البصري الصريح ليها هو اللوجو. بيقولك كبر اللوجو عشان يبان ان ده انا، في حين انت مش محتاج اصلا، يعني في حالات بقى مش محتاج تحط اللوجو، ومع ذلك الديزاين بينطق باسم البراند. او مثلا ان يكون في عناصر تانية واخدة الدايركشن بتاع الديزاين في حتة خلت الهوية تكون مفقودة. فده من وجهة نظري ليه الكلاينت بيطلب مننا ان احنا نكبر اللوجو. طيب الفيدباك بتاع عايزين زي ده ويروح باعت لك ريفرنس، طبعا قد ما ده ممكن يكون بيساعدك، قد ما ممكن يكون يعني مستفز لكتير من الديزاينرز، اللي هو انت باعت لي ريفرنس ليه، انا عارف شغلي. بس الكلاينت لما بيقولك انا عايز زي ده ويبعت لك الريفرنس، غالبا الترجمه المحتمله بتكون ان هو بيحاول يختصر الطريق، هو عايز يشرح بس ما عندوش اللينجو، او ما عندوش لغه التعبير اللي يعرف يوصف لك بيها، هو مش دارس، هو مش ممارس للفن ولا التصميم، ما عندوش خبره زي اللي عند حضرتك، فبالتالي التعبير بالصوره عنده بيكون اسهل. فغالبا لما بيوريك ريفرنس بيكون بيقصد مثلا الاحساس او الهيكله او اللوك اند فيل بتاع الديزاين، واكيد مش قصده ان انت تكوبي وبيست الديزاين زي ما هو. هنا ممكن نطلع بقاعدة ذهبية بتقول ان العميل غالبا بيقول او بيقدم لك حل، وهو بيقصد من وراها ان يصدر لك المشكلة. وزي ما اتفقنا قبل كده في بودكاست اللي فاتت في اكتر من حلقة، ان شغلك او جزء من شغلك كديزاينر انك تحل المشكلة. فبالتالي هنا المطلوب منك ان هو لما يقدم لك اللي من وجهة نظره حل، انت تستنبط من وراه المشكلة وتبتدي تحلها، فبالتالي كده احنا بنقصر طرق وبنختصر مسافات كبيرة. فالريفرنس من الكلاينت هو حاجة بتساعدك ومش اوردر انك تكوبي، قد ما هو محاولة لوصف احساس، فكرة مثلا النماذج السريعة عشان تختصر الطريق. في مشكلة تانية في موضوع الفيدباك ده لما بنكون بنشتغل على سكوب أكبر، إن بيكون في تعارض من ناحية الكلاينت والتيم بتاعه. يعني مثلا يكون الأكاونت مانجر ليه وجهة نظر، السي او عنده وجهة نظر تانية، شخص ما مثلا في الاوبريشنز ليه رأي آخر، وبالتالي يبقوا هم أصلا يعني إيه آرائهم متضاربة جدا، وإنت في النص محتاس مش عارف ترضي مين، وهم مش متفقين على حاجة واحدة. كل حد في الماركتنج بروسيس عنده هدف، واحد عايز يبيع، واحد عايز حاجة شكلها حلو، واحد عايز حاجات فيها تفاصيل أقل، وهكذا. طيب هنا نروح لنقطة مهمة جدا. لو فرض ان انت شغال مع كلاينت او مع مجموعة من الكلاينتس ليهم آراء مختلفة زي ما انا قلت دلوقتي بالأمثلة اللي قلتها، وهتقعد في سيشن للفيدباك، وهم هيقعدوا بقى ايه يختلفوا فيما بينهم، واحنا في النص مش عارفين نعمل ايه كديزاينرز. ازاي بقى انت تمانج السيشن او الجلسة دي عشان كمان تقلل من فرص الرفض او ان الشغل يرجع لك تاني من الاساس؟ هنا بقى الحتة دي يعني انا مش هبخل عليكم باسراري وهديكوا الزتونة في الموضوع. كتير من الرفض سببه انك بتعرض الديزاين قبل ما تعرض الكونتكست او السياق. وهنا هقولك انك قبل ما توري اي ديزاين لاي حد، سواء
للكلاينت دايركت او للانترنال تيم عندك في الشغل او في الشركه، اعمل كده سلايد سميها مثلا كونتكست سلايد. حتى لو هي مجرد تكست او كلام بس وفيها صوره مثلا، ممكن نقول فيها ايه الهدف او ايه اللي احنا عايزينه يحصل لما نعمل ننفذ الديزاين ده، مين الجمهور اللي هيشوف، المكان اللي هيكون في الديزاين ده هيكون فين، هل هو بيلبورد في الشارع، هل هو بوست سوشيال ميديا، ايا كان هو ايه. والقيود اللي مفروضة علينا، وقت بقى، مقاسات، براند جايد لاينز، وهكذا. طيب ليه ده مهم برغم ان هو يعني يبدو سخيف او ملوش لازمة او في ناس بتعتبره مش جزء من شغل الديزاينرز، لكنه مهم جدا. فليه مهم؟ لانه النقد هو زي ما قلنا من شوية هدفه تحسين التصميم بناء على الاوبجكتيفز. فلو مفيش اوبجكتيفز، مفيش اهداف، الناس هتدي رأيها بناء على أهوائها الشخصية أو على ذوقها. الديزاين أغلب اللون فيه أحمر مثلا، وأنا مش بحب اللون الأحمر، فبالتالي الديزاين مش عاجبني. وده طبعا مش صحيح خالص ومش سليم في قصة الماركتينج والبراندنج وحتى في التصميم البسيط. وبالمرة ممكن برضو عشان تتجنب أي مشاكل أو أي تعارضات يعني بين الناس، ممكن تحط سلايد فيها جايد لاينز او الاسباب اللي خلتك تشتغل بالفونتس دي او بالالوان دي او بالنوع الايمجري او الصور ده. جماعة ركزوا على وضوح الرسالة، التزام بالهوية، ومثلا قراءة العناوين. والتفاصيل التانية بقى اللي باقية هنسيبها لما نيجي نعرض الديزاين نفسه. طيب حصل، عرضنا الشغل، عجبهم او ما عجبهمش، او عجبهم في حاجات وما عجبهمش حاجات، وخدنا الفيدباك المتين. نعمل ايه او ايه الروتين اللي نلتزمه بعد اي فيدباك علشان ما ننهارش بقى؟ فدلوقتي هديك روتين بسيط من خطوات بسيطة تجربه المرة الجاية لما يجيلك فيدباك، ولو انبسطت من النتيجة او حسيت بارتياح او توتر اقل من الفيدباك طبقه فيما بعد. اول حاجة، اكتب كل الكومنتس زي ما هي من غير ما تفسر. اي كلمة اتقالت في الفيدباك او في الميتنج ده اكتبها زي ما هي بلسان الكلاينت. تاني حاجة، تبدأ بقى ان انت تفرز، انا هنا محتاج احسن، انا هنا محتاج اعيد، انا هنا محتاج اوضح، انا هنا التودو ليست بتاعتي هي 1 2 3. تالت حاجة هي انك تحط سؤال لكل واحدة من الحاجات اللي فاتت اللي احنا قلناها دي، او على قد ما تقدر كل تعليق او كل حاجة من الفرز اللي انت فرزته حط قدامه سؤال وجاوب عليه as much as you can. مش لازم كل حاجة تحط لها سؤال، بس لو عملت كده وجاوبت على الأسئلة هيفرق معاك جدا جدا، ولما تجرب المرة الجاية بجد هتحس بالفرق. رابع حاجة والأخيرة هي انك تقترح حلين. option 1 يخدم كذا كذا كذا، option 2 يخدم كذا كذا كذا. وده بيحطك انت في وضع ان انت بتليد القصه، مش بتكسكيوت ومجرد ان انا جالي فيدباك وبنفذ اللي مطلوب واربط مش عارفه ايه مطرح ما يعوز صاحبه. وده يعني برضو بيعلمك، لان التفكير النقدي سكيل مهمه جدا للديزاينر، وانا بشوف ان هي حاجه مكتسبه. لو في ناس عندها الموهبه دي او عندها طريقه الفكر ده، مولودين كده جايين الدنيا عارفين. في ناس تانية لو مش عندها ده تقدر تكتسبه وتقدر بالممارسة وبالتجربة وبالتكرار انها تتعلمه. وبالمناسبة في ابحاث بتقول ان السلبية بيقل تأثيرها لما تبقى معيارية او فيها ارشاد للتحسين. يعني ايه؟ يعني كل ما حولت التعليق او الفيدباك ده لمعيار وخطوة، كل ما انت هديت وبقيت قادر تستقبل وقادر تتقبل الفيدباك او النقد اللي بيجيلك. حاسة ان انا اتكلمت النهاردة كتير شوية والكلام كان دسم شوية، فخليني الخص اللي فات في شوية حاجات بسيطة كده، كام كلمة بسيطة نقولهم دلوقتي. عايزة اقولك ان شغلك مش بيتقبل غالبا لان الفيدباك بيتقالك بلغة وانت بتسمعه بلغة تانية خالص. انت دورك تترجم، تفرز وتحول الكلام لقرارات وتنفيذ من ناحيتك. الفيدباك مش نهاية العالم، لكن ممكن يكون بداية لنسخة أفضل منك، بشرط إنك ما تاخدوش على نفسك وما تاخدوش إن أنت اللي وحش ولا إن شغلك وحش، ولكن هو مشكلة في التواصل أو سوء تفاهم بينك وبين اللي بتقدم له الشغل.
واخيرا اوعى تفتكر ان الديزاينر الشاطر هو اللي شغله عمره ما بيترفض او عمره ما بيرجع بفيدباك او عمره ما بيرد في وشه زي ما بنقول. المصمم الشاطر هو اللي بيعرف يطلع من الرفض بخريطة طريق تساعده يحسن من شغله المرة دي والمرات اللي جاية. قبل ما اقفل الحلقة زي ما وعدتكم في اولها ان انا هديك نماذج للاشهر الجمل الفيدباك وتتصرف او ترد ازاي بناء عليها. لو الفيدباك قالك الديزاين مش عاجبني، هتقول له تمام، ممكن تقول لي ايه تحديدا اللي مش مريحك او مش عاجبك؟ الالوان ولا الخط ولا الرسالة اللي انت عايز توصلها مش واضحة، عشان اعدل في الاتجاه الصح بدل ما نقعد نضيع وقت. الفيدباك التاني لو جه قالك حاسس ان في حاجة غلط، هترد تقول له فهمك، خلينا نحدد ايه الغلط مع بعض. هل المشكلة في الهيراركي اللي هي ايه اول حاجة عينك جت عليها، ولا في السبيسنج والمسافات، ولا في التكوين، ولا في الكونترست؟ بس انت لو شاورتيلي على الجزء اللي مضايقك هنوفر وقت كبير. لو الفيدباك جه قالك خليه بوب اكتر او الديزاين ناقصه الواو فاكتور، هتقوله اكيد فهمك، انت تقصد بوب بمعنى الكونترست يكون اعلى، ولا الكول تو اكشن يكون اوضح، ولا في انت شايف ان الديزاين مثلا قريب من الكومبيتيتورز او المنافسين بتوعك. فلو كده انا اقدر اطلع لك تو اوبشنز تانيين، واحده جريئه شويه واحده متوازنه ونقارن بينهم. اما لو الفيدباك بتاع كبر اللوجو جالك، فانت هنا ممكن تقول له احنا نقدر نكبر اللوجو، بس قبل ما نكبره تحب اللوجو يبقى اوضح ليه؟ هل لان البراند اويرنس مش واضح كفايه، ولا يعني انت ناقصك ايه، او شايف ان البراندنج بتاعك مش واضح وهويته مش ظاهره؟ لو ده السبب فاحنا ممكن نزود حضور البراند ببليسمنتس افضل من غير ما نكسر التوازن بتاع الديزاين. اما لو الكلاينت بعد ما انت قدمت له الشغل جه قال لك لا لا مش عاجبني انا عايزه زي ده وبعت لك ريفرنس، هتقول له الريفرنس ده حلو جدا، بس قول لي ايه اكتر 3 حاجات عجباك في الريفرنس اللي انت بعته لي؟ اللوك اند فيل ولا التكوين ولا الالوان ولا الفكره؟ عشان ناخد الروح ونطلع حاجه جديده واوريجينال بتاعتنا من غير ما نكون بنكوبي. اما طبعا الفيدباك المستفز والمجهد نفسيا وعصبيا لما بتبعت له حاجه ويقول لك لا ممكن توريني اوبشنز اكتر، هنقول له تمام، طيب انا ممكن اعمل لك اوبشنز اكتر واقدمها لك، بس عشان الاوبشنز دي تكون مفيده خلينا نثبت الاول ايه المعيار اللي هنختار بناء عليه. وضوح، لكجيريس، حاجه شبابي، ولا محتاجين نلتزم بالهويه اكتر، ولا نخلي المفهوم فلسفي، ولا طبعا الاسئله دي تسالها بناء على البروجكت اللي انت شغال عليه. وهتقول له بعد ما نتفق هطلع لك 2 أو 3 دايركشنز جداد باوبشنز مختلفه خالص، محسوبه ومتوافقه مع طلباتك، بدل ما نعمل اوبشنز كتير عشوائيه نضيع بيها وقت وانا كمان اقدر اميت your expectations. اتمنى الحلقه النهارده تكون مختلفه وتكون عجبتكم وتكون مفيده، بس في نهايه كل حلقه هستنى دايما رايك، تعليقك وسؤالك اللي ممكن يكون موضوع الحلقه الجايه، لأن بريف مفتوح مش حوار من طرف واحد، ده بداية مجتمع نفسي يتوجد من زمان. شكرا إنك وصلت لحد هنا، واستناني الأسبوع الجاي. سلام مؤقت.